رقم. الرقم دوت مثلا بلاش 5، نقول مثلا 3. وادي مسألة بسين مثلا أس 12 خلاص، ومديني 625. وتحت س أس 6 ناقص 25. وعايز قيمة النهايات. لو الأس كبير فوق. لا مش دي. الثانية كانت نهاية س تقول لما لا نهاية. يبقى عندي 3 حالات. س أس 7 زائد 4 هنا القيم بتاعتنا س بتبقى ثوابت. لو انها س تقول لي ما لا نهايه، غير لو تقول لي رقم. تقول لي رقم بكتب دي على الاله عادي جدا. اكتبها على الاله وانت بتعرف تكتبها على الاله. شرطه كسر فوق السين الفا كوس يمين اس 12 ناقص 625. اكتب س اس 6 ناقص 25. ولما تحط الاس انزل على السطر وادوس على زرار تحت الشيفت مكتوب عليه كالك او سولف اللي هي باللون الاصفر. كالك اهي. يقول لك اكس وعلامه استفهام. هي السين بكام؟ ب3. حلو. لما اكتبها 3 الاله عايزه رقم 10، فانا بضحك عليها بعشمها ان هو 10. 3 علامه 0 0 0 0 1 بقى رقم 10 وهو برضه هو 3. بدوس كلك فتطلع 3 علامه شويه اصفار 1. ادوس يساوي تطلع ب 754. لو انها تقول لما لا نهايه وفي اس كبير موجود فوق وتحت، يبقى الحل 9 على 5. الرقم اللي فوق على الرقم اللي تحت. الناس مش معايا، انا بشرح لنفسي. لو اللي فوق ما لا نهايه، الاس الكبير فوق يبقى ما لا نهايه، الاس الكبير تحت الناتج دايما بصفر. خلصت النهايات مش عايزها. يبقى هتحليها كده. هقول لك بقى هتشتري آلة يا اما تحللي ده. احلل ده ازاي؟ الاس على 2 والرقم تحت جذر 2. فهتتحل كده. 12 على 2 فيها كام؟ 6. جذر 625 هيطلع ب 25. تبقى مره بالسالب ومره بالموجب. واللي تحت ده زي ما هو. ده يروح مع ده، هيتبقى لي س اس 6 زائد 25. اشيل السين واحط 3. 3 اس 6 طلع عامله 754. اجمع عليهم 25. لا يا ماما، هو ايه اللي 729 بحلها من غير آلة. الأس على الاثنين والرقم تحت جذر 2.
فالأس على الاثنين 12 على الاثنين فيها الستة، والرقم تحت جذر 2 فيها ال 25. بكتبها مرة بالسالب ومرة بالموجب، اللي تحت بيروح مع اللي فوق، فيتبقى دي جبتها بره. شلت السين حطيت 3 عوضت طلعت بده. يفضل تصرف نفسك بآلة في نفس اليوم ده. نعم يا فندم.